مرحبا، كيفكن؟ وصفتنا اليوم من أطيب وصفات الحلوى الرمضانية وهي البسبوسة بالقشطة، بس رح نعملها بشكل مختلف عن الشكل التقليدي. أول خطوة بنعملها بنجهز القطر حتى يكون بارد لما نستعمله. نحتاج كاس سكر، كاس مي، وعصرة ليمون، نتركه يغلي دقيقتين ونطفي عليه. تاني خطوة هي تجهيز القشطة. أنا هون حاطة معلقتين سميد، 3 معالق كبار نشا، ومعلقتين سكر. بنضيف عليهم 2.5 من الحليب وبنحركهم على البارد وبعدها على النار حتى يتقل قوامهم هيك. بننزلهم وبنضيف عليهم علبة قشطة. أنا هون انتهيت عنهم شوي برد الخليط، انتو ضيفوا القشطة والخليط ساخن حتى يصير قوام القشطة أنعم. لخليط البسبوسة بنحتاج 1.5 كاس سميد ناعم، نص كاس زيت، ونص كاس زبدة أو سمنة، ظرف فانيليا. بنخلطهم شوي وبنضيف باقي المكونات. نص كاس جوز الهند، نص كاس سكر، معلقة بيكنج باودر، وبنخلط بواسطة اليد حتى يمسكوا بعض شوي بهالشكل. بعدها بضيف معلقتين لبن، حبتين بيض، نص كاس حليب، وبخلطهم منيح. هيك لازم يكون قوام البسبوسة بعد الخلط. بخبزهم بصينية مدهونة بالطحينة، بنزل الخليط وبفرده بالصينية. أنا هون حطيت القشطة بكيس حلواني وبوزعه على خليط البسبوسة على شكل خطوط بالطول وبالعرض حتى أحصل على شكل كاروهات. وبعدها بخبزها بالفرن على درجة حرارة 180 من تحت بس حتى تنشف، وبعدها من فوق لنحمر روجة. هون بعد ما خبزتها وحليتها بالقطر اللي كنت مجهزته وزينتها بالفستق الحلبي، صارت جاهزة للتقديم، وصحتين وهنا.